ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض احلى كباب حله دايبه دوب. جبت الحله بتاعتي ونزلت فيها بمعلقتين من الزيت ونص كيلو من اللحمه متقطعين مكعبات، وهقلب فيهم لحد ما يغيروا لونهم. هكون مجهزه معايا بصلتين كبار متقطعين مكعبات، تقدري تقطعي التقطيعه اللي انت تحبيها. هديهم بقى تقلبتين كده مع بعض لحد ما يتشوحوا بسيط، وبعد كده هنزل كمان عليهم بثلاث اربع فصوص من الثوم متقطعين شرايح. هديهم بقى كده تقلبتين تانيين، واول ما اشم ريحه الثوم هبدا ابهر معايا اللحمه بتاعتي. معايا هنا كزبره وكمان بهارات لحمه، وهنزل كمان عليهم بريحان مجفف، ده اختياري بس بيدي ريحه حلوه قوي للاكل. هنزل كمان عليهم فلفل اسود، واخر حاجه هنزل بيها برشه القرفه. طبعا الملح مش دلوقتي خالص، لما اللحمه بتاعتي تستوي هملحها. هديها كده تقلبتين واشم ريحه البهارات بتاعتي، واغطي عليها بقى واسيبها تستوي براحتها خالص. وهبدا اهدي النار وهغطيها وهسيبها بقى براحتها تستوي خالص لحد ما البصل ينزل السوائل بتاعته. وهنا انا محتاجتش ازود اي سوائل، هي استوت منها فيها. الطاجن بتاعي وهكون مشغله الفرن على درجه حراره 220، وطبعا انا مش هنسى ان انا املحها. وهتدخل الفرن تاخد البكبكه والغلوتين وتطلع بالحلاوه دي. تقدري تقدميها مع رز بشعريه وحبه ملوخيه او طحينه وحبه عيش، وبس كده. الوصفة سهلة ولذيذة، جربوها وما تنسوش الفولو عشان تشوفوا وصفاتي الجاية.